يا مساء النور، مساء الورد، مساء الفل ياسمين، مساء الرزق والتيسير على كل متتبعي قناة سناء بيوتي. فيما كنت كنقول لكم مرحبا بكم بفيديو جديد. فيديو اليوم ان شاء الله غادي يكون نزولا عند طلبكم، غادي يكون لصاحبات الصدر الصغير. غادي نشارك معكم ان شاء الله وصفة لتكبير الصدر او لتكبير الثدي بمعنى اصح. بغيت نقول لكم راه ماشي غلط، ماشي عيب، ماشي حرام وماشي مستحيل. ما كاين حتى شي حاجه مستحيله على وجه الارض، كل شيء ممكن. وهذا عن تجربه ديال بزاف ديال البنات، سواء من عائلتي سواء صديقات ديالي سواء متتبعات ايضا اللي شاركت معهم واللي جربوا الوصفات اللي حطيت لكم في القناه ديال تكبير الثدي، ورجعوا جاوبوني ولقاو واحد النتيجه مرضيه ما كانوش كيتخيلوها نهائيا. واحد النتيجه ما شاء الله اللي غادي تحصلوا عليها حتى نتوما، علاش لا. فشاركت معكم بزاف ديال الوصفات في القناه، سواء وصفات كتكال كتشرب، وصفات يعني عباره عن كريمات او زيوت للدهن، ايضا تمارين وحركات اللي كتساعد على ماشي غير تكبير الصدر وانما كذلك باش يجي مشدود ومرفوع للاعلى وتهناو من المشكل ديال الترهل. فاليوم غادي نشارك معكم ايضا وحده من اقوى ومن انجح الوصفات لتكبير الصدر، بواحد العشبه اللي سر من اسرار البرازيليات. هي ماشي غير كتكبر في الصدر وانما ايضا الارداف. فبلا ما نطول عليكم غادي ندخلوا مباشره باش نكتشفوا شنو هي هاد العشبه ديالها، شنو هي هاد العشبه وشنو هما الفوائد الصحيه الاخرى ديالها، لان عندها بزاف ديال المنافع خصوصا للعيالات. غادي نشارك معكم النوع الصحيح اللي غادي تستخدموه لان فيها بزاف ديال الانواع، يعني النوع اللي غيصلح لكم الصدر وكذلك الارداف. و خليكم معايا وما تمشيو فيه. اذا بوكساتي غادي نبداو الفيديو ديالنا على بركه الله. بالنسبه للعشبه المعجزه اللي غادي نشارك معكم اليوم هي عشبه الماكا. الموطن الاصلي ديالها هو البيرو، وهي كتبقى كيف قلت لكم في المقدمه ديال الفيديو سر من اسرار البرازيليات في تكبير الصدر وكذلك بروز الارداف ديالهم. كيستعملوها ايضا الرجال اللي كيمارسوا الرياضه كبروتين لتضخيم العضلات ديالهم. عندها بزاف ديال الفوائد خصوصا للنساء، فهي كتساعد على تحسين المزاج ديالهم، كتساعد ايضا على خفض ضغط الدم المرتفع، كتقوي صحه العظام، كتساعد في تخفيف اعراض ما بعد انقطاع الدوره الشهريه، كتساعد ايضا على تحسين المناعه، كتساعد على حمايه البشره من اشعه الشمس، وكتحارب الجذور الحره، كتقلل من فرص الاجهاض المبكر، كتخفف من الام الدوره الشهريه، كتحفز الهرمونات عند النساء، خصوصا هرمون الانوثه اللي هو هرمون الاستروجين، وكتساعد على تغذية الغدد بشكل سليم. كتوفر مجموعة من المعادن المهمة للجسم بحال الكالسيوم، بوتاسيوم، الحديد، اليود، النحاس والزنك، بالإضافة إلى مجموعة من الفيتامينات، خصوصا مجموعة الفيتامين بي اللي كتبقى من فواتح الشهية. كنلقاو فيها لا فيتامين بي 1 وفيتامين بي 2. كتحتوي على 9 ديال الأحماض الأمينية الأساسية اللي ما يمكنش للجسم انه ينتجها من تلقاء نفسه. كتساعد على تقويه النشاط الجنسي سواء عند النساء او لا عند الرجال. ايضا كتساعد على زياده الوزن بشكل رائع. انتم غادي تلاحظوا هذا الشيء من بعد استعمالكم لها، ماشي غير غتكبر لكم الصدر وانما كذلك غتساعد على زياده الوزن وزياده حجم الارداف. هي ايضا كتعتبر بديل للكافيين. بالنسبه كيف كتعرفوا النساء الحوامل كينصحوهم الاطباء انهم يقللوا من تناول الكافيين، فالا كنتو من عشاق القهوه وما كتقدروش تستغناو عليها فالماكا كتبقى كبديل للكافيين او لبديل القهوه، لانها كتحتوي على منبهات طبيعيه اللي كتنشط الجسم من خلال قيمتها الغذائيه. من بعد ما عرفنا هاد الفوائد الصحيه لعشبه الماكا بالنسبه للنساء، بغيت نقول لكم بانه فيها 3 ديال الانواع. غادي تلقاو الماكا الصفراء، الماكا الحمراء والماكا السوداء. بالنسبه للحمراء كتساعد على الانجاب، ممكن يستخدموها العيالات كيف ممكن يستخدموها حتى الرجال. الماركه السوداء كتبقى خصيصا للرجال اللي كيبغوا يستافدوا من الفوائد الصحيه ديالهم، وايضا كيستعملوها كبروتين كيف قلت لكم باش يضخموا العضلات ديالهم. غالبا ما كيستعملوها الرجال اللي كيمارسوا الرياضه. والماركه اللي عندنا حنا بها الغرض اللي كتساعد على زياده الوزن، تكبير الصدر والارداف، هي الماركه الصفراء. دونك الماركه الصفراء هي اللي غادي نحتاجوها حنايا كنساء في الفيديو ديال اليوم.
اذا حبيباتي هذه هي الماكه الصفراء، حاولوا ما امكن تاخذوها من عند شي عشاب ولا شي عطار اللي ثقه يعطيكم الماكه الاصليه. خذوا الصفراء كيف قلت لكم، حاولوا ما امكن انكم تطحنوها، وبديك لابودغ او داك المسحوق اللي غادي تحصلوا عليه هو اللي غتحتفظوا به بشي قريعه، وغتبداو كتستعملوها. كيفاش غادي نستعملوا الماكه باش نزيدوا في حجم الصدر والارداف؟ غادي ناخذوا معلقه مع كاس ديال الحليب دافي في الصباح من وراء الفطور. اللي ما غاديش يستعمل الحليب من الافضل تستعملوا بيرلي. الا قدرتوا تستعملوا بيرلي راه غادي تكون النتيجه رائعه جدا، يعطيكم واحد النتيجه زوينه وسريعه. اللي ما قدرش يدير بيرلي ممكن يدير كاس ديال الحليب يكون كامل الدسم دافي، هذا من وراء الفطور. هذه المره الاولى. المره الثانيه هي كنستعملها 2 المرات في النهار. المره الثانيه غادي تكون قبل من النعاس ديالكم مباشره، صافي حتى كتساليو الشغلات ديالكم كامله وكتبغوا تدخلوا الفراش ديالكم، كتاخذوا عاوتاني معلقه اخرى، معلقه تكون كبيره وما تعمروهاش مزيان، تكون هكا ممسوحه. ديروها مع كاس ديال بيري كيف قلت لكم، اولا كاس ديال الحليب دافي، وشربوها صافي وكتنعسوا مباشره. كيف قلت لكم هو الاختيار الاول بالنسبه لي انا واللي كيعطي نتيجه زوينه هو بيرلي. اللي ما قدرش على بيرلي ممكن يستعمل كاس ديال الحليب يكون كامل الدسم، يكون دافي. مع المداومه لاستعمالكم لهاد العشبه هذه غادي تلاحظوا واحد الزياده في حجم الصدر وكذلك الارداف، وماشي غير هادشي، غتلاحظوا حتى الوزن ديالكم بدا كيتزاد مع الاستعمال. وكيف تعودتم عندي دائما ما كنعطيكم شي حاجه اللي غادي تزيد لكم في الوزن فقط او لا غادي تكبر لكم في المناطق الانثويه، وانما ايضا غادي تستافدوا من الفوائد الصحيه اللي ذكرت لكم ديال الماكا على الجسم ديالكم. داوموا على الاستعمال ديالها غتلاحظوا واحد النتيجه رائعه جدا. بالنسبه للبنات اللي الصدر ديالهم مترهل، من الافضل على انكم ديروا حركات اللي غادي تساعد على شد الصدر ديالكم. ان شاء الله غادي نشارك معكم حركات اللي هي رائعه كتعطي نتيجه زوينه واللي كنستعملها انا شخصيا، غادي نشاركها معكم في فيديو لاحق ان شاء الله. وحاجه اخرى اللي ننصحكم بها واللي تساعد على نجاح الوصفه وتعطيكم واحد النتيجه اسرع، دائما كنقولها هي المساج. المساج راه شي حاجه اللي رائعه جدا كيساعد على نجاح اي حاجه كتاخذوها بنسبه 50%. يكفي شوفوا اضعف الايمان تاخذوا غير زويته، سواء زيت الزيتون او لا اي زيت عندكم، ولا غير فازلين كتحاولوا ما امكن ديروها هكا في الكف ديال ايدكم وكتبقاو كتسخنوها حتى كتسيح كتولي على شكل زيت، وديروا بها مساج للصدر ديالكم من الاسفل للاعلى بحركات دائريه وانتم كترفعوا. صدقوني كيعطي هذا الشيء هذا كيساعد اولا على تحفيز او تحريك الدوره الدمويه، وفي نفس الوقت غادي يساعد على شد ورفع الصدر ديالكم. تبعوا هادشي اللي قلت لكم غتحصلوا على نتيجه زوينه ان شاء الله، غادي ترحموا لي الوالدين عليها. ولهنا حبيباتي غادي يكون وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى يكون الاعجاب ديالكم، تكونوا استفدتوا معايا، نكون كنلبي جميع الطلبات ديالكم. الحاجه الوحيده اللي غادي نطلب منكم دعموني باللايكات ديالكم، لان كيف شفتوا راه المشاهدات بدات كتقل بواحد الشكل اللي هو كبير جدا في اليوتيوب، فكنتمنى على انكم دعموني بلي لايك ديالكم، بارطاجيو الفيديو لو ماكسيموم مع كاع البنات اللي كتعرفوا باش هكا تعم الفائده، وما تبخلوش عليا كذلك بالتعليق زوينه ديالكم اللي كنكون سعيده جدا كل ما قريتها. تنتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده. كنقول لكم تهلاو في ريوسكم، كنبغيكم بزاف، بسلام عليكم.